الإنشاد الصوفي بقيادة نصر الدين العباسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول خالد، نجم نقول مغامرة جديدة مش دورة جديدة؟ أكيد هي مغامرة، كل تجربة جديدة يلزم نقولوا عليها مغامرة. هي حتى أي حاجة الريسك يلزم يكون صحيح، هو يكون محسوب، أما ديما نغامروا. كل ما نغامروش راه ما فيش النكهة الباهية اللي نحبوها احنا. علاش مغامرة لأنه بالرسمي عروض مدعومة فقط، ما فماش سيولة، ما فماش داعمين. صحيح كل البلاد امورها ما تعجبش اقتصاديا، لكن مغامره ونواصلوا فيها وكهو. البرنامج كيفاش باش يكون؟ هو البرنامج هو كان البارح باش يكون الافتتاح، عرض الافتتاح نتاع اسرار لروضه بن عبد الله، لكن روضه جاتها وعكه صحيه، دونك ما نتعذر عليها انه باش تعمل العرض نتاعها. دونك احنا اعتذرنا للعباد وللمواطنين خاصه اهالي منطقه بنزرت الجنوبيه على عدم الانطلاق نتاع الفعلي للمهرجان. اليوم هو الافتتاح، ولا الافتتاح بفرقه فرقة الوفاء للإنشاد الصوفي بقيادة الشيخ نصر الدين العباسي، عرض أسرار لروضة بن عبد الله. من بعد باش يكون عندنا انطلاقة نتاع مسرحيات باش تبدا من الأول بجمعية أنصار المسرح بتونس، باش يقدموا لنا مسرحية للأطفال بعنوان السرار والنملة، إخراج عزيز أبو لبيع ونخبة من الممثلين التابعين للجمعية هذه. يوم 26 باش يكون عندنا عرض آخر مسرحي للأطفال زادة عرائسي لشركة يافا للإنتاج المسرحي. عندنا نهار 27 باش يكون يعني باش تكون يوم راحة. يوم 28 نعودوا الانطلاقة من جديد باش تكون عرض مسرحية أخرى، القناعة كنز لا يفنى لفرقة ابن زيدون للإنتاج. وفي السهرتين الأخيرتين باش تكون يوم 29 باش يكون عرض بمناسبة عيد المرأة 13 أوت، باش تكون يوم 29 أوت عرض حراير تونس لعبد الله بن ميمون. والاختتام باش يكون مع عادل سلطان عرض سلام. ان شاء الله تكون التجربه هذه والمغامره هذه تكون باهيه على للاهالي. عبد الحميد الدريدي مدير مهرجان جرزونه، تتواصل معاناه المهرجانات الصغرى.
يمكن معناها رغم صعوبات اليوم، لكن التوجه العام للمندوبيات ولوزارة الثقافة معناها المفروض معناها ينشط المديرين المهرجانات الصغرى انهم معناها يطالبوا اكثر، ينشطوا اكثر، يوفروا ارضيات اكثر معناها باش ينجموا يحققوا معناها. اليوم ماهيش مطالبه فقط الوزاره، راهو معناها نجم الوزاره طرف، اما حتى احنا نتحملوا معها مسؤوليات كبرى معناها باش تكون بالاشتراك معناها بيناتنا جوز ونتكاملوا في الادوار معناها التخفيف من اعباء الدوله وتخفيف معناها تشريك المجتمع المدني والجمعيات الثقافيه معناها ما ينجمش يكون باش نرميو الثقل معناها فقط على الوزاره معناها. لطفي اليوم جيت تستكشف في مهرجان صغير هو مهرجان وزارة الجنوبية، مهرجان في فضاء مغلق، شوف الحضور الجماهيري. هذا اليوم نحن جينا باش نواكبوا العرض وحبينا نشوفوا تجربة أخرى ممكن ياسر تكون خارجة على تجربة منصب بورقيبة. والله ايش نقول لك، المهرجانات الصغيرة ظالمة روحها لو تعمل فضاء مغلق وبالتذاكر. سي بشير، ما كناش باش نتحدثوا في السياسه، لكن وجودك باش يفرض علينا نتحدث. المهرجانات الكبرى المسؤولين الكل نشوفهم موجودين. اليوم تفاجأنا مفاجأة سارة أنه عضو مجلس النواب الشعب يجي المهرجان الصغير ومش معروف. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحقيقة بنظر الجنوبية تعز عليا، من بصفة عامة يمكن تحركاتي أكثر من تحرك وليد تو الأيامات في معتمدية منظر الجنوبية. يبقى مش الفرق ما بين مهرجان صغير ولا كبير، يظل المهرجان قيمته في المواد اللي قدمها. فهمتني، أنا بالنسبة لي أنا نحب الفن الملتزم. فهمتني، إن شاء الله نسمعوا حاجة بالطبع كما يقولوا تنشرح لها القلوب والصدور كيف هذيك الأذن. فهمتني، وبنظر الجنوبية تستحق الخير. بنظر الجنوبية عندها إمكانيات كبيرة، مش تنجم ربما تولي من المعتمديات المتقدمة، ولكن على غالب كما يقول الواحد المؤشرات التنمويه بعيده ياسر، هي لاصقه لبنزرت الشماليه. فهمتني، ولكن ما بين 33 وما بين تقريبا 104 105 في المعنى المؤشر نتاع التنميه والرتبه نتاعها في التنميه بعيده ياسر. ان شاء الله بنزرت الجنوبيه الامكانياتها هائله. تعرفوا لي بنزرت الجنوبيه فيها شط طويل وعريض ولكن زاد ممتع وكبير وجميل جدا. فهمت، عندها الغابات كذلك، عندها منها كما يقولوا من الطاقه الفلاحيه الكبيره، عندها منها المناطق قوية كبيرة. فهمت، دونك عندها إمكانيات كبيرة، عندها منها تنجم تقول المنطقة الحرة قريبة ليها، عندها برشا مصانع. بنزرت الجنوبية تستحق الخير، تستحق أن أولادها يخدموها، فمش تكون التنمية نتاعها كبيرة. من بين تنجم تقول أنت الأسس نتاع التنمية هي من البنية الثقافية. إن شاء الله بالطبع الثقافة تساهم في تنمية البلاد، وإن شاء الله الثقافة تساهم في دحر الإرهاب، خاصة وأنه ولينا ما احنا الشعب ربما ماناش مثقف بالكل. نجم تقول لي نصفقوا ونحضروا للتفاهات، ما نحضروش للفن الراقي، ما نحضروش للفن الملتزم. ان شاء الله المستقبل تكون ان شاء الله اولاد بنزرت الجنوبيه هم اللي يحيوا المهرجان ويكونوا كما يقولوا احسن مثال للمعتمديات اللي تحب تنهض ان شاء الله. النائب بشير اللزام الوحيد اللي دافع على المهرجانات الصغرى اثناء اجتماع رسمي بالولايه. والله بالنسبه لي الناس اللي تحب تخدم لابد من تشجيعها، كما ترى حتى في الالعاب الاولمبيه الناس اللي مثل هناش بيهم هم اللي هزوا ميداليات، والناس اللي تلهنا بيهم ما هزوش ميداليات. مش الاخرين ما يستحقوش الهوى، ولكن لابد مش يكون فما عدل في توزيع الثروه هذه نتاع البلاد هذه، ما نهتموش بمهرجانات على حساب مهرجانات اخرى. فهمت، ان شاء الله كما احنا نطمحوا من اهداف الثوره نتاعنا انه باش تكون عداله اجتماعيه وعداله اقتصاديه. ان شاء الله تكون عداله ما بين المهرجانات وعداله في الثقافه، مش المعتمديات الكل ربما تنجم تاخذ حصتها من الثقافه وتنجم تقدم ثقافه هادفه كما قلت لك، لانه عندنا هدف كبير ياسر من اهدافنا بعد الثوره واللي وقعنا فيه هو دحض الارهاب، وان شاء الله بالثقافه نجم ندحض الارهاب.